ليه المرسيدس دي بموتور رينو؟ الاول بص على شكلها سي ال اس بس على اصغر، مش كده؟ لو فتحت الباب هتلاقيه من غير فريم، حتى اللي ورا برده فريملس، والعفشه اللي ورا مالتي لينك، وكمان الجنط 17 انش من اي ام جي. الفوانيس اللي قدام بالشبكه شبه سمكه القرش. واللي بيميز العربيه دي ان هي سكسسور للسي ال اس، وطبعا انتوا عارفين يعني ايه السي ال اس، 4 كاميرات في كل زاويه في العربيه. والفانوس اللي ورا بتاع الفيس ليفت بقى شكله احلى بكتير من جوه. كراسيها بالذات مميزه، وبعرف اجيبها من اي حد واخد سيلفي فيها، بالذات بالفتحات دي. وبالمناسبه فيها نظام تسخين وميموري باكج، وكمان ليج اكستنشن عشان رجلك تبقى مرتاحه اكتر. الاضاءه اللي على الفنتس بتقلب ازرق لو وطيت درجه حراره التكييف. وبالمناسبه في اكتر من 60 لون مختلف للاضاءه دي. قدامك شاشتين كونكتد ببعض، الناحيه اللي على الشمال دي الكنترولز شاشه العدادات، واليمين دي بقى عشان التاتش سكرين اللي هتظهر لك تفاصيل زياده للعدادات. لو دوست هنا هتغير الديسبلاي، وثلاث فتحات تكييف في النص غير الاثنين اللي في الجناب، واكيد شاحن وايرلس تحت ايدك، وفي ثانيه تنده لها تفتح لك سقف البانوراما. اوبن ذا سان روف، واصيع فتحه هتشوفها للكاب هولدرز. والموتور ده يا كينج خارج من تحت ايده 163 حصان الماني، وساعات بيتكلموا فرنش، وعزم الدوران 250 نيوتن متر، نفس عزم الدوران بتاع ال 1400 توربو من في دبليو جروب، فهتمسك حلو مع بتوع الاوكتافيا.